ما كنتش متخيل في حياتي ان انا اعمل كده. وديت احلى رحله لو عايز تتعذب في الصيف. دي واحده من اجرأ القرارات اللي انا خدتها في حياتي، ان انا اعيش حياه الصحراء والسفاري. الريحه ديت بتقطع قلبي من جوه. والموضوع كله بدأ لما كنت قاعد مع اصحابي، واحد منهم قال لنا هيا بنا. قلنا له الى اين؟ قال لنا الى الصحراء نشوي اللحم ونستمتع به. فقلت له صحراء ونشوي ونستمتع ازاي يا عم في الشمس دي؟ رحنا الهايبر وجبنا الفحم، وكمان جبت بطيخه، والبطيخه دي من جيب، كمان جبت الطاقيه الجميله ديت، وكان سعرها حلو قوي. قلت تحميني من الشمس، وبصراحه كان اختيار موفق. وبما انه بقى كان المرشد اليومي بتاع اليوم، فقلنا بقى نمشي على واو خلاص وربنا يستر. فرحنا محميه وادي دجله، سعرها بسيط جدا ب 25 جنيه، والعربيه ب 5 جنيه، وربنا يستر. في بدايه الامر والموضوع مع الشمس اللي طالعه ديت هتحس ان الموضوع مرهق جدا، بس لما تقعد كده وتهدى هتحس ان الموضوع مريح جدا، بعيد عن الدوشه والضوضاء، وحاجه جديده. وبدات اعمل حاجات غريبه فعلا بسبب تاثير الشمس. هم جايبيني غصب عني، جايبيني مربوط في العربيه. ومن قبل ما اخد التجربه كان ده رايي في الرحله. من اللحظه دي ما تجوش صحراء. ربنا يسامحه محمود هشام. لهم نيجي نشوي في الطبيعه خلابه. خلابه ولا مش خلابه؟ ما كناش مرتبين خالص لليوم دوت، بس جبنا حته لحمه حلوه، وجبنا الحاجات اللي هنتبل بيها زي البصل والطماطم والفلفل الاسمر والملح، مش هنتبل بحاجه تاني، وشويه زيت عليهم كده بقى. يبقى خلصنا التتبيله وعينيا وجعتني من البصل. لو هتيجوا تبلوها في البيت. حته اللحمه الحلوه ما تاخدش غير ملح وفلفل اسود. ورينا يا شيف حته لحمه والله المزار. عشان تولع الفحم هتحط شويه زيت والمنديل، وهيولع معاك بسرعه. وبصراحه الهوا ساعدنا جدا. انا قلت لك هات الشبكه، انت مش جايب العده ليه؟ ما اجمل حياه البريه كده. مش راضيين يدوقوني يا جدعان. تحب اللحمه نيه؟ لا مش نيه، لا يعني نيه. بص وريني كده اسمها نيه قوي يعني. يا اسطى يا اسطى انتوا بتضحكوا عليا انا يا اسطى. وهنا محمود هشام حب يعرض مهاراته، وقال لك هشربكم احلى شويه شاي ممكن تشربوهم في حياتكم. وبصراحه كان مكتر سكر قوي، وشاي كان كتير جدا، ودولت اسوأ شويه شاي شربتهم. أول مرة في حياتي أشوف كلاب بيشربوا شاي، عجبهم الشاي بتاعنا. بس بتاعه ليه في شاي كتير. وكمان شويه الشاي كانوا حلوين عشان محمود هشام ما يزعلش. وصدقوني في ظل الدوشه والضوضاء والزحمه الكبيره جدا في القاهره، انتوا محتاجين يوم زي دوت تصفوا فيه ذهنكم وتقعدوا كده شويه في هدوء. مفيش قسم، لا مفيش حبيبي، وانت سبتك لحد ما تيجي. علمك مندى اكاديمي، حطه في الطاسه، شوح الكبده، ارفع الجوز واشفط السن. ديت بقى كانت تجربتنا من محميه وادي دجله. الصبح كان الجو حر نار، دلوقتي الجو جامد قوي يا جدعان، والدنيا فاضيه. كنت زعلان قوي الصبح، دلوقتي بقيت مبسوط. لما الشمس تغيب هتتبسط قوي. بصراحه اتبسطت جدا عشان كنت مع اصحابي. كنت معاكم اسلام صبري، بحبكم في الله.